السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما بخير وسعاده يا رب. النهارده كده هصور معاكم فيديو كده جميل، حاجه حلوه كده على قلبي يعني، وهي الكيكه. يعني حاجه كده ما شاء الله، يعني زي هوريها لكم دلوقتي يعني وتقولوا لي ايه رايكم فيها. زي ما انتم شايفين كده المقادير بتاعه الكيكه بتاعتنا، هي عباره عن كوبايه سكر وكوبايه زيت وكوبايه لبن، وكله طبعا ضربته في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت خلصت كده اليوم عندنا يعني عند حماتي تحت، وكنت خلاص واخده اولادي وطالعه كده وخلاص كنت طالعه انام، وحماتي بقى قالت لي نفسي اكل حاجه حلوه من ايديكي، فهي كانت نفسها يعني تاكل كيك. بس كده يا حبايبي، وانا حبيت بقى اعملها لها. فطبعا هي بتحب الكيكه الساده، ما بتحبش يعني كيكه بالشوكولاته ولا حاجه. وطبعا ولادي كان نفسهم ياكلوا كيكه بالشوكولاته، فانا ما حبيتش ازعل حد، عملت لها كيكه ساده كده وعملت للاولاد صوص شوكولاته، حطيتها لهم يعني على الكيكه. بس كده هي كانت سريعه وسهله وما خدتش في ايدي اي حاجه خالص. انا جبت الخلاط كده وحطيت كل حاجه كده في الخلاط، كنت حاطه كوبايه الزيت وكوبايه السكر وكوبايه اللبن وحطيت طبعا فانيليا، كيسين فانيليا علشان الزفاره بتاع البيض وكده، حطيتهم مع البيض. وفرمت الاربع حاجات دول في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وفرمتهم طبعا كويس جدا عشان خاطر البيض ما يبقاش فيه اي كلكعه ولا اي حاجه. فرمت المكونات دي كده كويس كلها في الخلاط مع بعضها. وبعد كده جيت في بوله كده حطيت فيها طبعا 3 كوبايات دقيق، نفس الكوبايات اللي انا بالمقادير اللي انا كنت حطاها التانية دي. وحطيت كده كيس محسن كيك، عايزه تحطي بيكنج باودر زي ما انت عايزه، وقلبته كده في قلب الدقيق زي ما انتوا شايفين كده بايديا. وبعد كده بقى ايه، نزلت بالخلطه بتاعتنا دي. في ناس طبعا بتحط بدل اللبن بتحط ميه دافيه ونقطه خل عادي برضو بتبقى جميله، بس انا ايه حبيت ان انا احط لها لبن يعني تبقى مفيده اكتر يعني للاولاد وكده. بس فانا حطيت كده الخلطه بتاعتنا دي اللي انا فرمتها في الخلاط على الدقيق بتاعنا. فطبعا انا كنت هعملها بايدي، وبعد كده افتكرت يعني ان انا عندي المضرب اليدوي ده، فعملتها احسن يعني بالمضرب، مرضتش اعملها بايدي. بس فكان قوامها زي ما انتوا شايفين كده جميل جدا وما شاء الله يعني مظبوط. وكان ما شاء الله كده يعني كانت العجينه كانت مظبوطه معايا، ولا تخينه قوي ولا خفيفه قوي، يعني مظبوطه كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى طبعا في الوقت ده هيكون هولع الفرن بتاعي واخليه يسخن على درجه حراره 180. اهم حاجه الفرن بتاعك يسخن قبل ما تحطي الكيكه عشان الكيكه ما تبوظش منك يعني. بس ومسكت طبعا كده صينيه عندي دهنتها زيت او عايزه تدهنيها سمنه زي ما انت عايزه، وكبيت كده كل المكونات معايا، حطيتها كده في قلب الصينيه، نزلتها يعني كده في قلب الصينيه. طبعا انا همسح الشويه اللي انا نزلتهم على الحرف دول علشان ما يتحرقوش يعني في حرف الصينيه وكده. وظبطت الصينيه بتاعتنا طبعا ورجيتها كده عشان تبقى كلها متساويه كده زي بعضها. وطبعا انا حطيتها بقى كده في الفرن. فده بقى كده الصوص الشوكولاته اللي انا اقول لكم اللي انا هوريهولكم يعني. بس انا كده جبت كوبايه حطيت فيها معلقتين نشا كبار، وحطيت بقى على معلقتين النشا الكبار دول كوبايه لبن. طبعا انا كان عندي شوكولاته انا كنت عاملاها يعني، بس الشوكولاته اللي انا عاملاها دي ما كنتش حاطه فيها ولا لبن ولا كنت حاطه فيها زبده، يعني هي كانت شوكولاته بس كده. كان عباره عن هوريها لكم دلوقتي، كانت عباره عن كاكاو وسكر وزيت بس. كنت فارمه الثلاث مكونات دول في التلاجة في الخلاط، وكنت شايلاهم في برطمان كده عندي في التلاجة، لان لما بحتاجه بعمل كيكه او اي حاجه مثلا انا بحتاج الشوكولاته دي. فطبعا نزلت كده بالشوكولاته بتاعتنا دي، هي جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده، وكانت طعمها برضو حلو كده. بس انا برضو حبيت اعزز طعمها اكتر واخلي طعمها يبقى احسن يعني، حطيت كده طبعا كوبايه اللبن اللي انتوا شايفينها دي، بس ما رضيتش احط كوبايه اللبن لوحدها كده. فطبعا حطيت لها معلقتين نشا عشان ايه يلفوا معانا، ما تبقاش الشوكولاته سايله. انا كنت عايزه الشوكولاته بتاعتنا ما تكونش سايله يعني. بس فحطيت كده طبعا كوبايه اللبن فوق الشوكولاته بتاعتنا، هرفعها كده على النار. بس كده يا حبايبي هرفعها بقى على النار وهحطها كده على النار، هفضل اقلب فيها طبعا لغايه اما تديني القوام المناسب اللي انا عايزاه. ودي حسب رغبتك بقى، عايزاها سايله كده ممكن ترفعها يعني حاجه بسيطه وتنزليها، عايزاها تبقى تخينه براحتك زي ما انت عايزه وزي ما تحبي يعني. طبعا انا رفعتها على النار كده وسبتها شويه كتار، وحطيت لها معلقه زبده كده عشان تخلي طعمها احلى يعني.
وفضلت بقى اقلب فيها كده لما القوام بتاعها كان تخين جدا كده وانا كنت حباها كده يعني. حتى يعني انا بحفظها عندي كده في برطمان في التلاجة، ممكن احتاجها في اي حاجة، ممكن اعملها للعيال سندوتشات عادي، بتبقى جميلة جدا والله، زي الشوكولاتة الغالية اللي انتي بتشتريها زي نوتيلا كده والحاجات دي. انتي بس بتعززيها بشوية زبدة وتحطي لها لبن وتظبطيها كده، بتبقى طعمها زي نوتيلا بالظبط. وبحطها عندي في برطمان وبعمل منها عادي سندوتشات مع لو انا عندي زي كيكة كده ممكن اعملها احطها عليها. يعني اي بتستخدميها لاي حاجة يعني. بس انا كده سبتها طبعا بعد ما نزلتها كده من على النار، هسيبها بقى تبرد وهشوف بقى الكيكه بتاعتنا بعد ما تطلع من الفرن كده. طبعا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده كان عليت كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا حبيت بقى اشوفها كده بظهر المعلقه. لو عايزه تشوفي الكيكه بتاعتك تبقى يعني مستويه ولا لا، حطي كده فيها حته سكينه او معلقه. لو طلعت فيها عجين ولا حاجه يبقى هي لسه ما استوتش، طلعت ما فيهاش اي حاجه يبقى هي كده استوت وبقت جميله معاكي طبعا. الكيكه بتاعتنا كده بعد ما استوت ما شاء الله كان سمكها زي ما انتوا شايفين كده، بس كان في جنب من الصينيه بتاع الكيكه كان واطي شويه يعني. بس ما شاء الله كيكه كانت جميله كده زي ما انتوا شايفين يعني وسمكها كان عالي كده. فانا بقى حبيت كده احط عليها شوكولاته. طبعا انا مرضتش احط على كل الكيكه بتاعتنا شوكولاته علشان طبعا حماتي كانت بتحب الكيكه الساده، مش بتحب اللي هي ام شوكولاته دي. فانا سبت كده عملت شويه بشوكولاته وعملت شويه يعني من غير شوكولاته ليها يعني. بس وياريت بقى اللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي يخش كده يشترك لي في القناه ويفعل لي الجرس ويعمل لي كومنت حلو كده يشجعني فيه ان انا انزل فيديوهات تاني. وياريت ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوش اللايك يا جماعه. اللي عجبه الفيديو بتاعي ياريت ما ينساش اللايك. بس قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي، ياريت ما تنسوش تشتركوا لي في القناه اللي اول مره يتفرج على القناه بتاعتي. وقبل اي حاجه تصلوا منها على النبي وتذكروا الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ياريت تقولوا لي في التعليقات الكيكه بتاعتي عجبتكم ولا لا.